سألنا نفسنا نفس السؤال: هو امتى هيكون عندنا كورة زي دي؟ امتى هيكون عندنا تنافس حقيقي وشريف؟ معلش ما تزعلوش من اجابتي اللي هتصدمكم. مستحيل هيبقى عندنا كورة زي دي، معلش استحملوا اجابتي. واظني اني عندي خبرة في الكورة تخليني اتكلم شوية. لعبت في مستويات جيدة، كنت كابتن الزمالك التاريخي، لعبت مع لعيبة كبار، ويعني الحمد لله عندي خبرات قليلة. عمر ما الكرة هتبقى زي دي عندنا. ليه؟ لأن الماتشات الأوروبية العظيمة اللي انتوا شايفينها دي ثمرة جهود كبيرة وأساس متين، وبصراحة الأساس اللي عندهم ده مش عندنا خالص. لأن الناس دي أساس الكرة عندهم العدالة المطلقة، التنافس الشريف، اللعب المالي النظيف، المنظومة اللي بتحترم القانون، اختيار عناصر الأشبال من البداية بمنتهى الشفافية، التدريب على أعلى مستوى، منظومة تحكيم قوية. طبعا فيها أخطاء أكيد، وأحيانا أخطاء كبيرة، بس مش أخطاء نتيجة حسابات أو لا قدر الله متعمدة. المسؤولين عن الكرة عندهم بيحترموا الجمهور وبيحترموا عقليته، ومفيش نادي مهما كان اسمه وجماهيريته فوق القانون. الرياضة هناك بتتلعب عشان الناس تتمتع، واللعيبة تتمتع، والإدارات بتكسب، وعشان الشباب يتعلم يعني ايه رياضة، ويعني ايه روح رياضية، والانضباط والكفاح والإخلاص والالتزام والجدية والوضوح والتنافس الشريف على البطولة. الشباب عندهم مش بيتعلم من الاحتراف، هو شراء اللعيبة بيكون عندهم في النور وبالتفاوض المباشر، مش بالكباري وخطف اللاعبين وتشتيتهم وتحريضهم. كمان مفيش عندنا حاجة اسمها نتلاعب باللوائح. عندهم يعني ما عندهمش تلاعب باللوائح. الرياضة هناك بتتلعب عشان تصنع أجيال، مش عشان تفرز أبطال وبس. لا، الرياضة بتصنع أجيال صحيحة نفسيا وجسديا وعقليا وأخلاقيا قبل ما تصنع بطل، يعني قبل ما تصنع بطل، لأنه في النهاية دايما في بطل واحد بس. فمش معقول يضحوا بالكل أو يظلموا الكل عشان يبقى عندهم نفس البطل بأي وسيلة. الرياضة عندهم دايما عينيها على المنتخبات الوطنية وازاي تتطور، والدولة كلها اسمها بيكبر. الأندية والمنظومة والإعلام والإعلان هدفهم منتخب البلد، مش العكس، مش هدفهم التخديم على نفس البطل. بصراحة التوقيت الشهر ده كان مبهر، كأنه علامة من ربنا. في الوقت اللي انبهرنا فيه بالكرة الأوروبية كنا احنا غرقانين في اللوائح وتفسير اللوائح وترتيب اللوائح وتغيير اللوائح وتأويل اللوائح وتأجيل اللوائح وتظبيط اللوائح، كل حاجة. بصراحة مصر الجميلة تستاهل مننا أجمل من كده. في الوقت اللي بلدنا فيه بتبني مصر الجديدة، احنا بنحلم بالرياضة الجديدة اللي بتقوم على العدالة والشفافية، اللي بتقوم على مبدأ تكافؤ الفرص. نفسي نبدأ مسابقة واحنا مش عارفين بطلها، ويمكن لو عملنا كده نرجع نبقى في صدارة القارة. نفسي لما تيجي سيرة الرياضة المصرية يكون عندنا شعارات حضارية محترمة: التنافس للجميع، القانون واللوائح فوق الجميع، ومصر يا جماعة هي فوق الجميع. تفتكروا ده هيحصل في يوم من الأيام؟ يا خالد يا غندور، احنا هيبقى عندنا كرة لما تبطل تشجع بيراميدز، احنا هيبقى عندنا كرة لما تبطل تفوت لبيراميدز، احنا هيبقى عندنا كرة لما تشغل نفسك بالزمالك بس، احنا هيبقى عندنا كرة اما تدي للمدربين واللعيبة في الزمالك مستحقاتها ويبطلوا يشتكوك في الاتحاد الدولي فاطحنا هناك كل شوية. احنا هيبقى عندنا كرة اما الزمالك يعرف ياخد بطولات، احنا هيبقى عندنا كرة اما الزمالك يعرف يروح كاس العالم للأندية، احنا هيبقى عندنا كرة اما الزمالك ياخد بطولة افريقيا. في الوقت ده هيبقى عندنا كرة يا خالد يا غندور. احنا ما عندناش كرة في مصر هنا غير في النادي الاهلي، احنا ما عندناش نظام هنا في مصر غير في النادي الاهلي. انتوا بس اللي بتستهبلوا، انتوا بس اللي بتبصوا للنادي الاهلي، انما ما بتبصوش لنفسكم، ما بتبصوش لخيبتكم في الدوري السنه دي. انتوا في مركز ثالث وممكن تبقوا رابع وخامس وسادس السنه دي. الله اعلم هترسى بيكوا على فين. يا عم اشغل نفسك بنفسك، يا عم اشغل نفسك بناديك، يا عم اتكلم عن ناديك. هو مين اللي رافع شأن مصر اخر 20 سنه غير النادي الاهلي؟ هو مين اللي خلى مصر يا خالد يا غندور تاخد كاس افريقيا 2006 و2008 و2010 غير لعيبه النادي الاهلي؟ هو مين اللي مشرف مصر اخر 15 سنه في كاس العالم للانديه غير النادي الاهلي؟ يا عم اتكلم عن نفسك، يا عم فكر في نفسك، يا عم
تبطلوا ترموا كلام زي المش عارف ايه. عيب عليكم، انكسفوا على دمكم شويه. انتوا بقول لك لا ليكوا ناقه ولا جمل في اللي حصل ده. انتوا لا 3 نقط هينفعوكوا في حاجه، ولا 5 نقط، ولا 6 نقط حتى هيفيدوكوا في اي شيء. هيفيدوكوا في ايه النقط اللي هيتخصموا من الاهلي اخر الموسم؟ ولا اي حاجه. يا خالد يا غندور، بيراميدز ممكن يزعل، ممكن يشتكي، انما انت زعلان ليه؟ انت بتعيط ليه؟ انت بترمي كلام ليه؟ ما تسكت، ما تشغل نفسك بناديك يا خالد يا غندور. خالد يا غندور، انت وكل الاعلام الزملكاوي اقسم بالله انتوا في غيبوبه، انتوا في وهم، انتوا ما عندكوش حاجه خالص. هي بطولاتكم انكم تتكلموا عن النادي الاهلي، انكم ترموا كلام عن النادي الاهلي، ان الاهلي هو اللي ظالم الانديه. يا حبيبي طب ما تبص للموضوع من الاول، ما تبص للي حصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان عاوز ينظف المنظومه، النادي الاهلي كان عاوز يعمل نظام جديد، النادي الاهلي كان عاوز يخلي التحكيم عادل، النادي الاهلي كان بيطالب بحكام اجانب. بعد انتم عيطتوا وصوتوا ولطمتوا ومدوا طلع قال التحكيم المصري خلاص مش نافع، قلنا نجيبوا حكام اجانب لمباراه القمه، وانتوا المفروض كنتوا دعمتوا الموضوع ده، لكن انتوا خلعتوا منها وقلتوا ده التحكيم المصري ده احلى تحكيم وانضف تحكيم، وجايين دلوقتي تعيطوا. وبتعيطوا ليه؟ انا مش عارف. هتستفادوا ولا الاهلي انخصم منه 3 نقط في نهايه الموسم؟ هتاخدوا الدوري؟ هتاخدوا دوري ابطال افريقيا؟ هتلعبوا في كاس عالم للانديه؟ هتدوا للمدربين واللاعيبه مستحقاتها وتفكوا القيد؟ حاجه غريبه جدا يا خالد يا غندور، مش عارف اقول لك ايه والله. رجال اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.